كانت عباره عن دبله ومحبس فقط، والباقي كله كان صيني. فكل الهليله دي على دبله ومحبس. لما انفصلنا اول مره عشان انا اللي كنت سايبه، فانا بعتله الدبله والمحبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة قضايا اليوم. طبعا كلنا فاكرين قضية نيرة أشرف واللي حصل لها من زميلها عادل. طبعا ربنا يا رب يرحمها ويجعل مثواها الجنة. أكيد طبعا ما كانش في حد موافق على اللي حصل ده خالص، ومفيش حد كان راضي بالوضع اللي كانت فيه. بس دلوقتي طلعت اختها شروق من يومين واتكلمت وقالت ان نفس اللي حصل مع نيرة هيحصل معايا، وهي بتعيط وبتنهار من اللي بيحصل لها من خطيبها. في الفترة اللي اتقتلت فيها نيرة أشرف، شروق كانت بتقول أنا كنت مخطوبة في الفترة دي لواحد اسمه محمد. محمد ده كان كان في بينهم مشاكل، كل شوية يتشاكل معاها في حاجة ويسيبها، وكان جايب لها دبلة ومحبس. وبعد كده رجع تاني، رجع لها فطلب منها ان هي تديله الشبكة بتاعته. طبعا من كلامها هي بتقول هو دبلة ومحبس مش شبكة فلما اتخانقوا مع بعض هو طلب منها الشبكة بتاعته دي، هي طبعا رجعتها له وقالت له خلاص انا مش عايزاك. جت بعد كده لما رجع لها تاني برضو اتشكلوا مع بعض تاني، فقال لها انا عايز الشبكة بتاعتي، وبرضو بيتخانقوا على حاجة زي كده. طبعا احنا كلنا عارفين الفترة اللي الأسرة دي مرت بيها. ربنا يا رب ما يوريها لأي حد. الفترة دي فترة اللي اتقتلت فيها نيرة على يد زميلها عادل في الكلية. طبعا الأسرة كلها كانت منهارة، بس طبعا والدها ووالدتها واخواتها كل يوم وكل 3 ايام تبص تلاقيهم طالعين بحاجة وبيقولوا احنا احنا بيحصل لنا كذا وبيحصل لنا كذا. يا جماعة في ناس بتبقى راضية على الوضع ده وفي ناس مش راضية على الوضع ده. في ناس تقول لك هم من حقهم يطلعوا يتكلموا على كل حاجة تحصل لهم، وفي ناس تانية تقول لك لا ما ينفعش يطلعوا يتكلموا على كل حاجة تحصل لهم وكل مشكلة تحصل لهم في حياتهم. هو فعلا مش كل حاجة تطلعي تقوليها يا شروق انتي او اختك هدير، مش كل مشكلة تحصل لكم في حياتكم تطلعوا تقولوها للناس. بصراحة كل واحد اولا في اللي مكفيه، ثانيا الناس ما بتعملش حاجة. ايا كان الناس كلها على السوشيال ميديا محدش بيعمل لحد حاجة، كله بيسمع مشاكل الناس وفي النهاية كل واحد بيعلق بكومنت وخلاص انتهينا على كده. في ناس طبيعي راضية على الموقف وفي ناس مش راضية على الموقف. انا اللي انا شايفاه ان مثلا خطيبها لو هو في بينهم توافق اهلا وسهلا اوكي، مفيش توافق خلاص، في النهاية الوضع يرجع لك انتي ووالدك ووالدتك، ما يرجعش للجمهور ولا يرجع للسوشيال ميديا في حاجة. طبعا انا اتمنى ان ربنا يوفقها في حياتها، لان برضو في الاول وفي الاخر هي برضو بنت ولازم يتخاف عليها وما فيش، كلنا بنتمنى لاولادنا الستر. فطبعا اتمنى ان ربنا يوفقها في حياتها. وبجد نصيحة مني ليكي يا شروق، لو الشخص ده مش عاجبك ابعدي عنه خالص. لو انتي قادرة تكملي معاه اوكي، ما تستنيش رأي السوشيال ميديا في اي حاجة. لازم رأيك يبقى من دماغك انتي، ما تطلعيش تشرحيه ولا تبرري مواقف للناس، لان الناس في الاول وفي الاخر الموضوع ما يخصهاش في حاجة. موضوع الخطوبة والارتباط والجواز والكلام ده كله ما يخصش حد، ده يخصك انتي، يخص والدك، يخص والدتك، يخص الأسرة بتاعتك، لكن ما يخصش حد تاني. في النهاية السوشيال ميديا دي مجرد ناس بتقعد كلها بتبقى مختفية، كلها معظم الناس حتى اللي بيكتبوا كومنتات مش معروفين. فمش كل حاجة تعلقوا، والكلام ده موجه لكل الناس على فكرة، مش كل حاجة تحصل في حياتك تروح تحكيها على السوشيال ميديا. في ناس على فكرة بتخلي الموضوع ده هو مصدر رزقها. انت ليه مثلا تخلي حياتك كلها منتشرة على السوشيال ميديا؟ ليه تخلي كل مشكلة تحصل لك في بيتك او اي موقف يحصل في بيتك تروح تعرضه على السوشيال ميديا؟ يا جماعة السوشيال ميديا دي عاملة زي الشارع بالظبط،
فكل واحد هتلاقيه اللي بيتكلم عنك بطريقة وحشة، هتلاقي فيه كومنتات سلبية، هتلاقي فيه كومنتات إيجابية. مش كله هيبقى إيجابي وبرضه مش كله هيبقى سلبي، بس في الأول وفي الآخر مواضيعنا الشخصية الخاصة ما ينفعش تطلع تتعرض على الناس، لأن الموضوع ده ما يخصش حد. واحدة اتخطبت أو واحدة اتطلقت أو واحدة اتجوزت أو واحدة حصلها أي مشكلة شخصية ما يخصهاش وما يخصش أي حد. يعني الموضوع ما يخصش أي حد حرفيا، يخصك انتي كشخص مش أكتر. فأتمنى إن بجد يعني إن الكل يراجع نفسه. الكلام ده مش موجه لشروق بس، الكلام ده موجه للناس كلها، إن كل واحد يحفظ أسرار بيته لنفسه. ما ينفعش كل أسرارنا نطلع نقولها على السوشيال ميديا. وطبعا ربنا يوفقها ويوفق كل بناتنا، ويسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت عبارة عن دبلة ومحبس فقط والباقي كله كان صيني. فكل الهليلة دي على دبلة ومحبس. لما انفصلنا أول مرة عشان أنا اللي كنت سايبة، فأنا بعتله الدبلة والمحبس. أوكي. تاني حاجة لما رجعنا قال لي أنا مش عايز الشبكة، يعني لو حصل انفصال تاني أنا مش عايز الدبلة والمحبس. وده كان اتفاق راجل، والمفروض ان الراجل بيتروت من كلمته، مش بعد فتره يرجع يقول ده انا ما خدتش الشبكه. اصلا كلمه شبكه دي كبيره يا جماعه، يعني اللي يسمع شبكه اللي هو حاجه كبيره، لا هم كلهم دبله ومحبس. الفكره كلها بقى في ايه؟ ان انسان عارف ان ذهبه صيني او الشبكه بتاعته صيني، طالع يقلب الراي العام ويفكر الناس بقضيه اختي، وعاوز يطلع ترند على حساب مشكله خاصه، وبيحاول يلمح بحاجات ما حصلتش عشان يدمر حياتي، لما عارف ان انا خلاص بدات اقف على رجلي وان انا خلاص مفيش رجوع. نفس اللي حصل مع اختي بالظبط. اختي رفضت، اتقتلت، انا رفضت، قصادها فضيحه.